وللمره الثالثه هشتري من تيمو، والمره دي مش اوردر واحد، دول اوردرين. بس قبل ما افتح الاوردرات ونشوف ايه اللي فيهم وتكلفتهم كام والجمارك جات لي كام، خليني اقول لكم ايه اللي حصل معايا في الموقف بتاع المعالق في الاوردر اللي فات. لو انتوا فاكرين الاوردر اللي فات كان فيه معالق انا جبتها وقلت ان الكواليتي بتاعتها كانت سيئه جدا وهعمل لها ريفند، وبعد ما قفلت الفيديو على طول دخلت على الابلكيشن وعملت ريفند فعلا للمعالق. قال لي صور المنتج اللي جالي اللي هو المعالق يعني وارفع لنا الصوره، وبالفعل صورت المعالق ورفعتها لهم، وقال لي احتفظ بالمعالق كهديه، وفي اقل من دقيقه كان نزل الفلوس في الحساب بتاعي. الاوردر ده تكلفته 1200 جنيه وجالي عليه جمارك 250 جنيه، وخلي بالك ان الجمارك بتبقى شامله ضريبه 14% على اجمالي ثمن الاوردر بتاعك. بالنسبه لي المبلغ اللي دفعته هنا كجمارك كويس جدا، يعني لو قلنا الاوردر 1200 وكمان 250 جنيه جمارك يعني بنتكلم في 1450 جنيه. يلا نفتح الاوردر ونشوف ايه اللي انا جايبه ب 1450 جنيه. نسيت اقول لك، انا بعمل الحركه بتاعت كل مره، بختار الحاجات اللي انا عايزها واحطها في الكارت واسيبها يومين 3 4 على ما يديني خصم كويس جدا عليها، وبعد كده اشتريها. اول حاجه انا جايبها هي الشنطه دي شنطه كتف كده. خلينا نفتح ونشوف برضو شكلها والكواليتي بتاعها والخامه اهي. وده ظهرها. دي شنطه تعلقها في كتفك تشيل فيها المستلزمات بتاعتك، موبايل، تشيل كل حاجه خاصه بيك. الشنطه دي بتبقى مفيده وحلوه جدا في الرحلات. اما ده بقى فخلينا نفتح ونشوف هو ايه. بيغلفوا الحاجه كانها رايحه تحارب. دي بقى النضاره. احنا قلنا ان الاوردر عامل 1450 جنيه في الشنطه دي وفي النضاره دي. انا عايز اقول لك ان النضاره دي لوحدها بتتباع على نون ب 4000 جنيه، وبتتباع في المواقع التانية الخارجيه لاندنج بيج كده من على الفيسبوك ب 2000 جنيه. معاها الكتالوج بتاعها، ومعاها كمان قماشه عشان تمسحها، معاها الجراب. والنضاره دي اكيد انتوا شفتوها بتتعرض على الفيسبوك كتير. النضاره دي بفلتر دي بتقدر تتحكم بيها في قوه اشعه الشمس اللي داخله لك. مش عارف صراحه شكلها عليا هيبقى ايه، ولكن خلينا نجرب. جامده جدا. استنى كده نبدا نلعب بقى. احنا كده بنغمق الاضاءه كده، لا كده بنفتح الاضاءه. اما تالت ايتم بقى معانا والاخير فهو ستاند للمايك. الستاند ده لوحده في مصر بيتباع ب 1600 جنيه. الماتيريال بتاعت دي بلاستيك لكن قويه جدا، مش بلاستيك من التعبان الهش اللي بيتكسر بسرعه، لا الكواليتي بتاعه عالي قوي يعني. طب في النهايه كده خلينا نقول لو انا هشتري الحاجه دي من مصر ده ب 1600 جنيه في مصر، زائد 2000 جنيه نضاره يبقى 3600 جنيه. اما بالنسبه للشنطه دي فانا ما شفتش الشكل ده في مصر بصراحه، بس ما اعتقدش ان دي هتقل عن 200 جنيه. الحاجه دي وقفت عليا بكام؟ ب 1450 جنيه لحد باب البيت. اما بقى بالنسبه للاوردر الثاني فالاوردر ده ب 1050 جنيه والجمارك عليه كانت 185 جنيه. يلا بينا نفتح الاوردر ونشوف ايه اللي موجود فيه. خلينا نطلع اول حاجه دي ونشوف هي ايه. زي ما انتم عارفين انا معايا الكاميرا اللي هي ال 360. فالكاميرا دي علشان اركبها مثلا في العجله او اركبها في اي حاجه ببقى محتاج لها هولدر، تمام زي ده، وبحط فيه عصايه اللي هي دي عشان اركب الكاميرا عليها وما تبقاش ظاهره في ال 360 وهي بتصور. فبرضه نفس الكلام، انا حطيت القطعتين دول في الكارت واستنيت لحد ما جالي عليهم ديل كويس جدا ونفذت وجبتهم. طب احنا قلنا ان الاوردر كله واقف عليا ب 1050 و185 جنيه، قول 200 يعني حوالي 1250 جنيه. حلو الكلام. دي لوحدها صاحبي لسه جايبها من كام شهر، ثمنها في مصر 1500 جنيه، ودي احنا ما لقيناهاش في مصر، ولو لقيناها ما اعتقدش انها هتقل عن 1000 جنيه. اما بالنسبه لدي فدي جرين باك جراوند بتتحط على الكرسي علشان مثلا لو بتصور حاجه وعايز تمنتج بعد كده وتمسح الخلفيه. برضو دي انا ما شفتهاش في مصر الحقيقه، فما اعرفش سعرها كام، ولكن ما اعتقدش ان دي هتقل عن 700 800 جنيه مثلا. ده هولدر للكاميرا الاوزمو عشان اقدر اربطها على طول في السيلفي ستيك وامسكها بالمشابك بدل ما اقعد اربط المسمار. دي مجموعه من المسامير بحتاجها جدا في تثبيت الكاميرا في اماكن مختلفه. اما دول بقى فدي حاجه كده بتركب في الكاميرا، ودي بتركب في الاستراب بتاع الكاميرا عشان تقدر تركبها وتفكها بسهوله.
ودي مجموعه من الكلامبات بحتاج ان انا اعلق فيها اي حاجه، والماتيريال بتاعها ميتال وتحفه بصراحه. ودي برضو كلامبات انا بحتاجها في تثبيت حاجات مختلفه. ودي برضو مسامير بعلق بيها الكاميرات. ودي اخر حاجه في الاوردر، ودي برضو كلامبات تاني ولكن بشكل مختلف. وخلي بالك الحاجات دي رغم ان انت ممكن تشوفها ان هي حاجات بسيطه وحاجات تافهه، لكن انا ممكن اقلب الدنيا عشان اوصل لحاجه من دول. الحاجات ممتازه، وحتى الان الجمارك بتاعتها معقوله جدا بالنسبه لي، وموفره معايا كتير عن ان انا اشتريها من مصر. وانا نويرة دايما بحب اكتشف واشارك اللي بشوفه، لان كل فيديو بالنسبه لي هو حكايه جديده من مكان يستاهل انك تعرفه. فتابعني علشان نعيش المغامره سوا.